الفيديو ده فعل ورد فعل. الكابتن خالد الغندور بيدعي اعلامي النادي الاهلي بالفتنة واثارة الجدل على الساحة الرياضية، لكن انا هثبت لكم بالفيديوهات دي ان الكابتن اسلام الشاطر ما غلطش في الكابتن خالد الغندور، وان الكابتن خالد الغندور هو اللي بيبدأ في الفتنة وبعدين يرجع يقول ان النادي الاهلي هو اللي بيعمل الفتنة، وان اعلام النادي الاهلي هو اللي بيعمل الفتنة، وان صحفيين النادي الاهلي هم اللي بيعملوا الفتنة. بس قبل ما نعمل اي حاجة وقبل ما نبدأ في اي حاجة، ما تنساش تعمل اللايك والشير والاشتراك معانا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. وبشكر اخواتي اللي عندي على اليوتيوب ال 12000 مشترك، شكرا لكل واحد بيعمل لايك وشير. وبشكر ال 22000 متابع على الفيسبوك، شكرا لكل الناس. نسمع خالد الغندور الاول وبعدين هثبت لكم ان الغندور فعل وليس رد فعل، لان خالد الغندور هو اللي بيبتدي على الفيسبوك، وهو اللي بيبتدي على القناة، وهو اللي بيعمل كل حاجة. نسمع خالد الغندور وبعدين نرجع نرد عليه تاني. أسوان لعب مع الزمالك وكسبنا 2-1 ولعب ماتش كبير قوي قدامنا. فالاعلام قعد يقول لك فيريرا بعد الماتش راح قال لايمن رمادي يا ريت تلعب بنفس القوه والتركيز والحماس قدام الاهلي. فطبعا اسوان لعب مباراه خارج نطاق الخدمه وفرقه تانيه خالص، ولا تركيز ولا حماس ولا اي حاجه خالص امام النادي الاهلي. وطبعا مش هتكلم على الكوع، يعني الكوع في الجون الاولاني بالكوع ولا حاجه، مش مشكله، التحكيم نعديها. فالبعض يقول لك ما الزمالك، ما انتوا اتغلبتوا 3 من النادي الاهلي. فطبعا دي ناس ما بتفهمش كوره، لان الكوره كل مباراه وليها ظروفها. بدليل مثلا انا وانا وحش كسبت فيوتشر وعندي نقص عددي وعندي لعيبه كتير ما بتلعبش، وفيوتشر احسن في جدول الدوري العام في الترتيب عني وكده. وفي نفس الوقت الاهلي وفيوتشر بيلعب 10 كان مغلوب 1-0 وجاب التعادل وضيع ضربه جزاء. يعني انا كسبت سيراميكا، الاهلي ما عرفش يكسب سيراميكا. عادي، دي كوره، كل مباراه ليها ظروفها. وكمان البعض اللي انا وبحاول ان انا اهدي الموقف واحاول اقلل نسب التعصب اللي موجوده، وبحاول ان انا اتكلم في قناه النادي بتاعي بطريقه ايجابيه عن كل الانديه بما فيهم المنافس. ولكن للاسف في ناس يا جماعه بتستفز الزملكاويه، في ناس عايزه بتستفز رئيس نادي الزمالك. فما يجي الاقي مسؤول او مسؤول في مجلس اداره للنادي المنافس، او مقدم برامج وصحفي في نفس الوقت في النادي المنافس، يطلع يقول لك ايه؟ احنا جمهورنا في كل حته مش مستنيين قطر ولا سندوتشات. تفتكروا ايه المسؤول اللي انا ارد عليه؟ يعني واحد زي ده ارد عليه في ايه؟ وتفتكروا الناس دي بتستفز المستشار مرتضى ولا بتستفزنا ولا يعني؟ ويجي يقول لك في الاخر وبعد كده يطلعوا بيان، يعني بعد كل ده ويطلعوا بيان. يا اخي ده انتوا رخمين قوي، ده انتوا ناس غراب جدا. واحد يقعد يستفزك وبعد كده اما تيجي تشتغل بنفس اسلوبه فيروح مطلع بيان. انت مالك يا عم بينا يا عم؟ انت ما اعرفش ايه، انت تقعد ايه؟ لكن انت تقعد ترمي كلام وتقول كلام يمس الزمالك او يمس مجلس الاداره او يمس الجمهور، وتقعد تضايق وتستفز اللي قدامك، وفي الاخر تطلع بيان ضده. يعني حاجه غريبه جدا يا جماعه. انا مش فاهم، هما الناس دي مش عايزه تهدى؟ الناس دي مش عايزه يكون في اجواء صحيه لتنافس شريف ومحترم؟ انا مش عارف صراحه يعني. لكن انا سعيد ان انا فرقتي وجمهوري وجمهور الزمالك وفرقتي اللي هي الزمالك ومجلس ادارتي ناس بني ادمين عاديين، بيتقبلوا المكسب وبيتقبلوا الخساره، وعارفين ان الرياضه مكسب وخساره، وعارفين ان احنا وقت ما بنخسر اكيد فنيا بيبقى عندنا مشاكل، واكيد مدربنا بيبقى عنده اخطاء، واكيد لعبتنا ما بتبقاش مركزه. تمام؟ لكن مش طول الوقت سبب هزيمتي لا الا مؤامره من الاتحاد، لا الا مؤامره من التحكيم، لا الا مؤامره
من الجمهور اللي حضر المباراه، لا الا مؤامره من النادي المنافس، لا الا مؤامره من الفار، لا الا مؤامره من اي حاجه. اي حاجه. انا بقالي اكتر من دلوقتي يا جماعه، بنتكلم مثلا بقالي اكتر من 35 سنه في المجال الرياضي، وبقالي تقريبا اكتر برضو من 35 سنه وانا مشهور ومعروف في مصر في الكوره. يعني وانا عندي 17 سنه لعبت فريق اول، فالناس تعرفني وانا عندي 17 سنه. انا عمري ما شفت في حياتي النادي التاني وهو بيتكلم على كميه المؤامرات اللي بتتعمل ضده زي الايام دي، السنين اللي فاتت دي. اقسم بالله عمري. يعني كان زمان يقول لك الزملكاويه دول عندهم نظريه المؤامره. بعد ما سمعنا الكابتن خالد الغندور وهو بيتكلم على النادي الاهلي وعلى فوز على اسوان وعلى كمان هزيمة الزمالك من اسوان، وكمان بيتكلم عن صحفيين النادي الاهلي وبيتكلم عن الكابتن اسلام الشاطر. اولا في البداية وقبل ما اتكلم عن اي حاجة وهتكلم عن كلامه على الفيديو ده، هتكلم عن نقطتين اتنين او عن 3 نقط بالكتير قوي، عن نقطتين اتنين وعن 3 نقط بالكتير قوي. اول حاجة، انت اللي نزلت بوست على الصفحة بتاعتك واتكلمت فيها وقلت ان فيريرا قال لايمن الرمادي ان هو يلعب كويس قدام النادي الاهلي. انت اللي نزلت وما قلتش ان فيريرا اللي قال، قلت ان الاعلام اللي قال. زي ما انا بقول لك اهو، زي ما بوضح لكم، قلت ان فيريرا اللي قلت ان الاعلام اللي قال مش فيريرا اللي قال. ادي اول حاجة ساقطة منك، دي اول حاجة سقطت منك يا كابتن خالد. تاني حاجة، ان انت بترد على الصحفي محمد فارس وهو شغال في قناة الاهلي في برنامج خط احمر. الراجل ده بيرد على كلامكم، الراجل ده بيرد على كلامكم، ما بيردش على كلامنا احنا، بيرد على اللي انت بتعمله على السوشيال ميديا. وزي ما انت بتتكلم على السوشيال ميديا، هو كمان راجل ليه صفحة وليه متابعين، وبالعكس ليه متابعين ومتفاعلين اكتر منك، متفاعلين اكتر منك. فانت ازاي بتتكلم كده على قناة نادي الزمالك؟ انت محسسني ان انت رد فعل مش فعل. وكده كده نادي اسوان يعني لعب بكل امكانياته، امكانياته كانت قدامك كده، امكانياته قدام النادي الاهلي كده، لعيبه يعني هي ده مجملها، وهو ده الفعل او الرد الفعلي بتاعهم، هو ده اللي قدروا عليه، هو ده. وزي ما انت بتقول ان كل ماتش له ظروفه، ماتش اسوان والزمالك كان له ظروفه، ماتش اسوان والنادي الاهلي كان له ظروفه. فخليك في ناديك وبعدين ترجع تقول خليك في ورقتك، وبعدين ترجع تقول هما اللي بيعملوا الفتنه. لا، انا هسمعك الكابتن اسلام الشاطر قال ايه ونرجع لكم تاني. اسمع الكابتن اسلام الشاطر قال ايه ونرجع تاني للفيديو. بيقول لي انه على السوشيال ميديا طلع حد وكتب قال ان البعض حاول او قال ان لازم ان فيريرا مدير الفني لنادي الزمالك قال انه لازم او قال للكابتن ايمن الرمادي يعني ان لازم تلعب كده امام الاهلي. فهو بيقول انه ان اسوان عمل ماتش عمره امام الاهلي، بيتريق يعني. طيب السنه اللي فاتت في المباريات، مش في بعض الفرق في بعض المباريات عملت برضو ماتشات عمرها قدامكم؟ كلام غريب جدا الحقيقه، وكلام يدعو الى شيء واحد فقط وهو التعصب فقط لا غير، فقط لا غير. لمجرد ان انا عايز اعمل الناس تطلع تعمل لي لايك وتعمل لي شير وتعمل لي مش عارف ايه، بطلع اكتب مثل هذه الامور. والله عيب. وناس كتيره تقول لي يعني هو انت ما بتطلعش ترد على، ما ينفعش ان انا ارد والله وانزل، يعني ما ينفعش ان انا ارد بهذا الشكل على هذه الامور التي يجب ان لا تكون متواجده في وسطنا الرياضي. عيب والله العظيم 3، عيب هذا الكلام. عموما خلينا نروح للكلام الكويس. زي ما سمعتم يا جماعه الكابتن اسلام الشاطر والكلام اللي قاله على قناه النادي الاهلي. على فكره الكلام اللي قاله على قناه الاهلي كلام محترم جدا، وكلام بطريقه كويسه جدا، وكلام بطريقه سلسه جدا. وبيقول ورده ده كان رد على البوست بتاعك يا كابتن خالد. على فكره رده كان على البوست بتاعك، ما كانش على حاجه تانية. الكلام اللي هو قاله كان على البوست بتاعك، ما كانش على اي حاجه تانية اطلاقا. البوست اللي انت نزلته
البوست اللي انت نزلته على الفيسبوك. كل منا زي ما انت متابع محمد فارس على الفيسبوك وانا متابعك على الفيسبوك واسلام الشاطر برضك متابعك على الفيسبوك وبيتابعوا انت بتنزل ايه وبتقول ايه. الناس دي كلها متابعك زي ما انت متابعهم بالظبط. فلك ان تتخيل ان الناس ديت برضك بتتصيد برضك زي ما احنا قاعدين بنتصيد لك. على فكره انا ولا صحفي ولا يعني شغلتي ولا اي حاجه، احنا مجرد ان احنا يعني قاعدين بنحب الرياضه وبنتسلى وبندردش مع بعض عادي جدا عادي جدا. ودي كانت رساله عايز اوصلها لك يا كابتن خالد، ان انت بتبقى فعل وليس رد فعل. فما تجيش تقول ان هم اللي بيثيروا الفتنه وان هم اللي بيصنعوا الفتنه في الشارع المصري او في الشارع الرياضي المصري او في الساحه الرياضيه عامه. انا بس عايز اقول للناس ان انتوا تعملوا لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لكل الناس. انا لا انا يعني بعمل كده ربحا ولا بعمل كده لاي حاجه، لا انا عايز اثبت لك ان انا برضك راجل عاقل وفاهم ومتابع كل الناس. انا متابع محمد فارس ومتابع الكابتن خالد الغندور ومتابع اسلام الشاطر ومتابع الناس كلها. عايزين نفهم الرياضه على حق، عايزين نفهم الرياضه على حق. شكرا لكل الناس، ما تنساش اللايك والشير واشتراكك معانا في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. حبايب قلبي.